اعتقد نقدر نقول ان عصر ان المبرمج يكتب كل الكود سطر سطر بايده قرب ينتهي خلاص، والكلام ده مش راي شخصي، اللي بياكد عليه هو لاينوس ترافولدس بنفسه. الراجل بيقول بكل بساطه انا بفايب كود، وان انتي جرافيتي عمل نتيجه افضل بكتير من انه يكتب الكود بنفسه. فاكرين لما ايفون نزل لاول مره؟ كان ثوره تكنولوجيه كبيره جدا، قضى على حاجات كتيره منها الفلاش مثلا، وده كان منتشر حرفيا في كل مكان. نوكيا كانت في الفتره دي متربعه على عرش الموبايلات، قعدوا يضحكوا على موبايلات التاتش وجو الابس، وعشان اتاخروا جدا ان هم يعملوا بيفت محدش يعرف عنهم حاجه النهارده. بعد ما ثوره الاي اي بدات، كله بدا يحاول ما يغلطش نفس الغلطه، فالشركات بتصرف ببذخ على الاي اي عشان تقدر تلحق السباق. وفي شركات فهمت اللعبه من الاول، ريبلت مثلا اللي عمرها اكتر من 10 سنين بالمناسبه، كانت عباره عن اي دي اي في البراوزر وخلاص. مع الاي اي عملوا بيفت اسطوري الصراحه، وبقيت تقدر تستخدمهم عشان تبني سيستم كامل بمجرد انك توصفه بالكلام. وكذلك ان 8 ان الشركه متاسسه من 2019، بس محدش سمع عنها الا لما عملوا بيفت وضافوا دعم الاي اي في السيستم بتاعهم. الدنيا ولعت معاهم. الخلاصه الاي اي بيكتب كود كويس جدا، الادوات بتتطور بشكل مرعب وفي وقت قصير، والتغير ده هيأثر على كل الحرف: تصميم، الكتابه، التصوير، الاعلان، وحتى التعليم في الجامعات. كل حاجه بتتعاد صياغتها من الاول. الحقيقه انا مش فاهم قوي مدير انفيديا كان يقصد ايه لما قال it is a good time to be a plumber. اكيد ما كانش يقصد اننا نسيب البرمجه ونعمل بيفت للسباكه. تفتكروا كان يقصد ايه؟ سلام.